بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل مع بعض الرقايش التحفة دي. بصوا جميلة ازاي، تنفع مع الشاي بلبن، تنفع مع القهوة، تنفع مع أي حاجة الصبح مع الفطار مع اللبن. جميلة أوي، يعني تقدري تعمليها الصبح تفطري بيها مع لبن، مع شاي، مع شاي بلبن، مع قهوة، مع أي حاجة. يعني هي جميلة جدا، وجبة متكاملة وفطار جميل جدا، من غير زيت، من غير أسفة، من غير سمنة، ومن غير بيض. وجميلة قوي، بتقرمش وتحفة جدا، احلى من بتاع بره بكتير. بصوا قد ايه هي جميلة، هكسر لك واحدة عشان تشوفي قد ايه هي جميلة ودايبة. بصوا، بتقرمش وخطيرة كده وهشة وحلوة قوي قوي قوي، مش هتشبعي من اكلها والولاد هيعشقوها. بصوا انا بدب كده عشان اقول لك هي قد ايه بتقرمش. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو اول مرة تشوفيني مشكورة، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالي بقى نشوف اوريكي بقى اعمل القمر ده ازاي بمقادير مظبوطة قوي. وحابه اوريكي كمان هي قد ايه دايبه وجميله قوي قوي قوي، جميله هتعجب الولاد هيعشقوها كده. بصي، حابه اوريكي واحده كمان اهي. بصي، بصي كمان هفرك لك واحده بايديا عشان اوريكي قد ايه هي دايبه وجميله وبتقرمش. بصوا، بصوا جميله ازاي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا قد ايه هي جميله، بصوا الجمال. بصوا، يلا بقى تعالوا بقى نوريكي هنعملها ازاي بمقادير مظبوطه قوي وجميله وبتقرمش وبتدوب في البق كده، حاجه جميله قوي، انضف من بره واحلى من بره. وده كيلو دقيق. بص كيلو دقيق اعمل معايا كل الكميه دي. يعني انت لو هتوزني الكميه دي هتلاقيها عدت ال2 كيلو ونص من كيلو دقيق بس. تمام. الكيلو منها بيتباع بره اقل حاجه ب60 جنيه. انا عملت من كيلو دقيق حوالي 2 كيلو ونص منها. تمام، من غير زبده بقى ومن غير بيض. وتعالي بقى نشوف عملناها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بسرعه على المقادير، وبسرعه اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس. المقادير معايا ايه؟ معايا كيلو من الدقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده كيلو من الدقيق وانا نخلاه. ومعايا كوبايتين من السكر، تقدري تخففي السكر زي ما انت عايزه. معايا كوبايه ونص من السمسم، الكوبايه دي كبيره عندي فعشان كده بقولك هي كوبايه ونص، هو المج الصغير. تمام. ومعايا كوبايتين من الزيت، ومعايا كوبايتين من اللبن، بس انا ممكن محتاجش اللبن كله. معايا نص معلقه طبعا نشادر، نص معلقه صغيره نشادر. ومعايا معلقه كركم. ومعايا معلقه شمر كبيره، تقدري تحطي ينسون زي ما انت عايزه. تمام، يعني النكهات اللي تحبيها انت ضيفيها. تمام كده. طبعا هنزل بقى، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا باكيتين فانيليا. تمام. هنزل بكل الحاجات اللي هي الناشفه زي ما انتم شايفين. هنزل بالسكر، وهنزل بالسمسم، وهنزل طبعا بالفانيليا زي ما انت شايفه، والبيكنج باودر، وهنزل بالكركم واليانسون. لو عندك يانسون حطي، لو حابه. يعني انا حطيت شمر بس اكتفيت بيه. لو انت حابه تحطي يانسون حطي معلقه كده ومعلقه كده، النكهات اللي انت تحبيها. انا نزلت بكل الحاجات اللي هي الناشفه مع بعضها كده زي ما انت شايفه. ما تنسيش طبعا حطينا كيس بيكنج باودر، وحطينا نص معلقه صغيره من النشادر، والنشادر هنا بتخليها هشه وجميله. تمام. هنزل بقى دلوقتي بعد ما قلبت المكونات الجافه، هنزل بقى بكوبايتين من الزيت. وطبعا هبس بقى معايا بقى الخليط زي ما انتم شايفين هبسه. خلي كل الدقيق يتغلف بالزيت معايا. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين افركي بقى بايدك كده، وحاولي ان انت تقلبيه كويس، بس كويس كده هتحسي ان هو كانه اتعجن اصلا بالزيت. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين انا مجهزه معايا كوبايتين من اللبن. العجينه بتاعتي ممكن ما تاخدش الا كوبايه ونص، ممكن تاخد كوبايه وربع. بصوا على حسب يعني الدقيق بتاعك، لان الدقيق بيبقى فيه رطوبه، في دقيق غير دقيق. انت اول ما تلاقي العجينه لمت معاكي كده تمام، هتفطمي العجينه على كده. تمام. هنا طبعا انا ببس بقى هنا زي ما انتم شايفين، هضيع كل الدقيق بتاعي. طبعا هنا تمام كده. بصي هتلاقي حزينيه بدات كانك عجنتيها اصلا بالزيت زي ما انتم شايفين. كيلو الدقيق ده معايا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، عمل كميه حلوه قوي والله العظيم، وكانت جميله وعجبت الولاد قوي قوي. تقدري تفطري بيها بقى، تجهزيها للفطار. بصوا زي ما بوريك هي اتعجنت ازاي بالزيت، ده شكلها. تمام. بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هننزل باللبن بقى بتاعي حبه حبه، ما تطفيش اللبن كله لحد ما تلاقي العجينه. احنا هنا مش بنعجن لان ده احنا هنا مش بنعجن. هنزل بقى باللبن الكوبايه الاولانيه، بلم بس ما تعجنيش. تمام، عشان مش عاجباكي تعجني عشان الدقيق ما يعملش عرق معاكي. تمام كده. هنزل بقى بباقي اللبن. هنا فاض معايا، حطيت كوبايه ونص بس من اللبن، فاضت معايا نص كوبايه من اللبن. ولقيت العجينه كده تمام. لمي العجينه، انا مش بملك العجينه زي ما انت شايفه، انا بلم بس. اول ما تتلم معاكي خلاص كده تمام. تمام كده زي ما انت شايفه حبيبه قلبي، ده شكل العجينه هنا هي تمام كده. هوريكي دلوقتي، هلم لك حته على ايديا وهوريكي هي ازاي اتلمت معايا وبقت جميله قوي. عجينه طريه وحلوه ما شاء الله. بصي بس هي كده تمام. امسك بقى طبعا حته كده وهوريكي زي ما انت شايفه هي ده شكلها. بصي هي طريه بس مش بتلزق. تمام، ده شكل العجينه بتاعتي.
تحسي كده ان وانتي بتبططيها كده بتلم معاكي، ما بتشقش ولا حاجه كده، يبقى هي تمام. فاض معايا نص كوبايه من اللبن زي ما انتم شايفين، هركنه بقى على جنب كده. وتعالوا بقى نشوف هنشكل العجينه الجميله دي معايا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. طبعا هنا انا هجيب بقى كيسين من النايلون. هقطع. عندك اكياس تلاجة، انا فتحت كيسين تلاجة لان انا ما عنديش كيس كبير، ففتحت شفت كيس التلاجة فتحت كيسين كبار. وجبت الصواني بتاعتي، والصواني هنا انا همسحها بالزيت. حطي نقطتين زيت وامسحيها بالفرشه بتاعتك، تمام زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى همسك بقى العجينه بتاعتي هركنها بقى على جنب، وهجيب بقى كيسين من النايلون زي ما قلت لك. طبعا هنا هفرد معاكي بقى. هتستعملي معاكي بقى النشابه، تقدري تفردي بايدك زي ما انت عايزه، بس انا استعملت الكيس ليه؟ لان الكيس هنا بيلم لي يعني بيخلي العجينه ناعمه وحلوه معايا وبتظبط قوي. تمام. تقدري بقى طبعا ايه تعمليها تشكليها بايدك، بس بايدك بصراحه ما ظبطتش. انا جيت اشكلها بايدي لقيتها ما ظبطتش، فرحت جايبه كيس النايلون بتاعي وجربتها. بصي لقيتها بتتفرق كده مش نافعه، فطبعا لميتها كده تاني ورجعت جبت بقى كيس. هوريك انا عملته ازاي. تمام. تقدري تعمليها بايدك برضو عادي، بس يعني اسرع الكيس بينجز معاكي بصراحه، لان انت هتبططيها وهتحطي الكيس وتعمليها كده زي ما انت شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت كيس فردته كده. هجيب بقى حته عجينه حلوه كده ونحطها. تقدري بقى تشكلي زي ما انت عايزه. طبعا انا جبت الستانلس دي، مش عارفه هي كانت ايه عندي، بتاعه سكر بتاعه قهوه تقريبا. مش عارفه هي كانت بتاعه ايه. طبعا انا جبتها. تقدري انت تشكلي بغطا برطمان عندك، بكوبايه، باي حاجه بقى. التشكيل ده بتاعك انت، تقدري تعملي زي ما انت عايزه. طبعا هحط حته زي ما بتقولك ده كيس لينو الواحد فوق وواحد تحت. تمام. ده كيس وانا فتحته على فكره، كيسين وانا فتحتهم. وهنا بقى تعملي بالنشابه او تقطعي بقى زي ما انت عايزه الاشكال اللي انت عايزاها. اعملي حبه دواير، اعملي حبه زي ما انت عايزه براحتك، دي بتاعتك انت. طبعا قطعي حبه بالسكينه، قطعي واحده مثلثات، قطعي سمبوكسات. بصي التقطيع ده بتاعك انت، تقدري تتحكمي فيه زي ما انت عايزه. طبعا زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، فردي بالنشابه واظبطي زي ما انت عايزه. طبعا زي ما انتوا شايفين قطعي مثلثات. انا عملت حبه، يعني عملت حبه مدور، ودلوقتي هعمل حبه مثلثات زي ما انت شايفه. بصي قطعي بقى زي ما انت عايزه، حبها مربعات حبها مستطيلات، دي بتاعتك. اعملي زي ما انت عايزه. بصي اهو اللي رايحك اعملي. تمام. طبعا هنا طبعا انا جبت ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين. عماله اوريك يعني ما تخليهاش رقيقه قوي، يعني خلي الامور الوسط، لا تخليها رقيقه قوي ولا تخينه. تمام. لان لو عملتيها رقيقه قوي ممكن تتحرق منك في الفرن، ولو عملتيها تخينه قوي يعني مش هتبقى حلوه، لان هي طبيعي بتنفش اصلا. تمام. لان زي ما تنسيش انت حاطه بيكنج باودر وحاطه نشادر. تمام زي ما انت شايفه. طبعا النشادر هنا بيخليها تنفش وتبقى جميله قوي. لو مش حابه بلاش، بس زودي بيكنج باودر. يعني لو انت مش عندكيش نشادر هتزودي بيكنج باودر، بدل ما تحطي باكو حطي باكو ونص. هيظبط معاكي برضه لو مش موجود نشادر يعني ومش متوفر. تمام. بس هو بصراحه النشادر جميل بيفرق. زي ما انتم شايفين عملت حبه مثلثات، وعملت حبه مستطيلات، وعملت حبه مدورات. بس بقى كله التشكيل ده بتاعك انت، شكلي زي ما انت عايزه. بس انا حبيت اوريكي ان انت هتفردي على الكيس فوق كيس وتحت كيس، وبعد ما تفردي هتحشي الكيس اللي فوق زي ما انت شايفه كده، وتروحي مقطعه وظابطه معاكي زي ما انت شايفه كده. هنا طبعا انا هقطع بقيه العجين اللي بيحوشه ده، انا مش هرميه، انا هفرده من تاني. هتفردي لحد اخر واحده، ما ترميش اي قطع منه. تمام زي ما انت شايفه. زي ما طبعا بصوا بقى، يعني كان خطير بصراحه، عجب الولاد قوي قوي قوي. عملناه بقى طبعا بيفطروا بيه مع لبن مع شاي مع قهوه. بصي بقى دي بتاعتك انت، افطري براحتك زي ما انت عايزه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا طبعا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. طبعا جيبيها بقى كده، هتعمليها كده تديكي سمبوكسات بقى يعني ايه. بصي زي ما انت شايفه كده، اعملي بقى التشكيل اللي انت عايزاه براحتك خالص. تمام حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الوقت ده طبعا انا كنت بقى مسخنه الفرن. هنا هرص الحبه دول زي ما انتم شايفين في الصينيه التانية اهو، عاملاها ده سمبوسات كده. تمام. عملت حبه دوائر وعملت حبه مثلثات وعملت حبه. بصي بقى شكلي زي ما انت عايزه بتاعتك انت، بس هو التقطيع على الكيس بيفرق جدا عن ان انت تعملي على ايديك. تمام كده حبايب قلبي. طبعا ده شكله. طبعا هنا في الوقت ده بقى انا كنت مسخنه الفرن، وهمسك بقى هحط على وش المعجنات بتاعتي او القراقيش بتاعتي، هحط على وشها سمسم. حابه تحطي حبه البركه حطي براحتك. تمام كده.
حابه تحطي حبه البركه براحتك، حطي اللي يريحك يعني. تمام. طبعا هنا انا هخلص بقى كل الكميه كده معاكي عشان مش عايزه اطول عليكي الفيديو، وهرجع اقول لك بقى ايه عملنا هنسوي ازاي. طبعا انت هنا بقى هتولعي الفرن بتاعك، هتولعي الفرن من فوق وهتولعي الفرن من تحت. بس الاول انا هرش على كل المخبوزات بتاعتي دي، هرش عليها سمسم كلها، القرقيش كلها هحط على وشها سمسم. تقدري تحطي حبه البركه، لو حابه الشكل غير كده تقدري تدهني الوش بلبن وحبه كاكاو او حبه بن، اسفه حبه بن. لو حابه الشكل غير كده عايزه تحطي بيض برضو براحتك. تمام كده. طبعا هنا انا هخلص بقى كل الكميه وارجع عشان اوريك احنا هنسوي ازاي، عشان مش عايزه اطول عليك الفيديو. تمام كده حبيبه قلبي. هرش بقى سمسم الاول على وشها زي ما انت شايفه كده، وتعالوا بقى نولع الفرن مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من اكتر المخبوزات الجميله اللي عجبت الولاد. طبعا هنا انا ولعت الفرن من تحت ومن فوق، هنحطها بقى هنا على البلاطه، بس هنولع الاثنين، هنولع فوق وهنولع تحت. هتحطيها من على البلاطه، بعد حبه كده هتطلعيها كده وترفعيها بالسكينه. لو لقيتي حرفها، لو لقيتيها من تحت، بس خلي بالك بالراحه لانها بتبقى طريه قوي. لو لقيتي من تحت ان هي لسه تسيبيها حبه، لقيتيها تمام طلعيها شويه تاخد لون وحطي اتنين تانيين تحت. طبعا وهي طالعه من الفرن على طول وهي لسه سخنه سلكيها كده، حركيها من مكانها، لانك لو سبتيها مجرد هتنشف مش هتعرفي تطلعيها. لازم وهي خارجه كده تلاقي حركيها كده زي ما انت شايفه. بصي بصي ماسكه ازاي، هي لسه طريه، تحسي ان هي لسه طريه، بس هي لما تنشف هتقرمش وتبقى خطيره قوي. بصي حركيها كلها زي ما انت شايفه كده وهي لسه سخنه، اوعي تسيبيها تبرد، لو بردت مش هتعرفي تسلكيها. تمام. ده طبعا زي ما انت شايفه كده. انا هعمل بقى هخبز باقي الكميه او هسويها وهرجع بقى اوريك الجمال عامل ازاي بقى. بصي ما شاء الله، لازم تسلكيها وهي لسه سخنه، ما تصبريش عليها لما تبرد، بسن السكينه كده وسلكيها زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. طبعا كده انا عملت كل الكميه زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه حوالي 2 كيلو ونص والله العظيم من من القراقيش الخطيره دي بتاعه الفرن. بيبيعوا الكيلو ب 60 جنيه. انت هتعمليها على ايدك مش هيكلفك حتى، يعني ال 2 كيلو ونص دول مش هيكلفوكي حتى 40 جنيه والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دي شكلها بصي مقرمشه وجميله ازاي. بصي انا عماله اخبط لك، هكسر لك واحده كمان. عملت طبعا الشكل المربع والشكل المثلث والشكل الدايره زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين شكلها جميل قوي وجميله جدا جدا. هكسر لك واحده كمان عشان بصي انا بخبط لك عشان اوريك هي قد ايه بيتقرمش. هكسر واحده كمان عشان اوريك هي قد ايه دايبه وجميله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي بصي يا حبيبه قلبي، بصي عامله ازاي، جميله قوي والله. الكاميرا ظلمها، هي عامله مبرجه كده من جوه وخطيره. بصي بصي بفركها عامله ازاي زي البسكوت. بصي ما شاء الله، بصي جميله ازاي، حلوه قوي قوي. يلا بقى جربيها وقولي لي ايه رايك في الكومنتات. لو في اي سؤال قولي لي برضه هرد عليكي. تمام كده. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، يا رب تكونوا استفدتوا مني ولو 1%. اشتركوا في قناتي لو استفدتوا وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. طبعا ده الشكل النهائي ليها. بصوا بصوا جميله ازاي. يلا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس، وما تنسونيش بكلمه حلوه ودعوه حلوه من قلوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.